ضير، وامن علينا بقضاء الحوج، وكل شدة وكرب فرج. معاشر الأحبة، أحيانا تزداد الفرحة على القلب فينعقد اللسان تبعا له، فالقلب ملك الجوارح، إذا انعقد ربما انعقدت الجوارح كلها، ولكن لا بد من احتمال، فربما زادت عليك الفرحة الآن، ولكن من الآن عبر بلسانك وبقلبك لإخوانك عن مشاعر الحب حتى لا يمر الموقف بلا فائدة. هي ألم وأمل، ألم على فراق الأحبة ولكنه أمل بالتواصل، هي تحية للعامل وتذكرة للغافل. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين، من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا صلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي أمين، ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين، قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالدين، ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. هي أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين، يا أمتي هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين، هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين. نعم أحبة، بكم أنتم تحيا هذه الأمة، أنتم أمل هذه الأمة، أنتم فعلا قوسها وسيفها، أنتم فعلا عدتها وعتادها، فلتكونوا كذلك وليكن لكم عبرة فيما يجري لأمتنا. لا أريد أن أنكد الموقف، لا أريد أن أفسد الفرحة، ولكن لا بد من ألم، لا بد من اعتبار لما يجري بعد ذلك، لا بد وأن تفكر فيما ستؤول إليه. ستخرج إلى معترك رهيب، ستخرج إلى بحر عميق، بحر الدنيا، فاركب سفينة النجاة، سفينة التوحيد، ولينطلق الآن حداؤك لا يا قيود الأرض. لن يكسرك شيء في هذه الدنيا إذا اعتصمت بالله سبحانه وتعالى. وردت مع السابقين نشيدهم الرائع: لا تعجبوا إني انطلقت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني، هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني. فكن هذا المهند أو كن هذا اليماني وانطلق إلى بحر الدنيا، إلى هذا البحر اللجي العميق بعدة وعتاد، بإيمان وصبر، بتقوى. وأيضا لا تنسى أهم ما في ذلك إخواني صحبتك الصالحة، ولا تقل لا أحتاج إلى أحد. فاسمع إلى هذه المقولة الرائعة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأعقب عليها بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فخلوة بربي، وإن نفوني عن بلدي فسياحة. لماذا؟ قال قبلها: إن جنتي وبستاني في صدري. نعم، جنتك وبستانك في صدرك، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هناك أحد في هذه الأمة أعلى من نبيها صلى الله عليه وسلم؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أحد؟ قطعا لا. ولكن اسمع إلى وصية الله عز وجل لنبيه حين قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء هم من يحملونك معهم في سفينة النجاة، فاركبها معهم ولا تتخلف، فإن هذا البحر لا تصلح فيه الزوارق، ولكن السفن العملاقة تمخر عباب هذا البحر حتى تصل إلى شاطئ النجاة، جنة رب العالمين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا هو شاطئ النجاة، لا شاطئ غيره. فاستعد من الآن، وأنا أريد أن أضع بين يديك حقيقة لا بد وأن تعيها، هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، أنهما أحد مآلين فقط لا ثالث لهما، فإما فلاح وإما الأخرى والعياذ بالله، وأعيذك أن تكون منها. يا من تمتع بالأمل وغره طول الأمل، إن كنت ذو جهل فسل عمن ترحل أو مضى.
أو من تصرم وانقضى، أو من على ظهر الفضا بالخيل جرذ وإبل. أين الأكابر والملوك؟ أين الأعاجم والتروك؟ لو أنطقوا لك أخبروك عما بهم كره نزل. أين القرون والأمم؟ وأين عاد وإرم؟ وأين أرباب الحكم؟ ومن إذا حكم عدل؟ أغرهم فيها الغرور وشيدوا فيها القصور، فأغمدوا تحت القبور وظل سعيهم شمل. أبادهم صرف الزمان، أحلهم دار الأمان. كل حي فهو فان، إلا لطيفا لم يزل. بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا إلى المقابر في عجل. بعد القصور العاليات، بعد الكراسي الناعمات، بعد الجياد الصافنات، أضحوا بأسفلها محل. بعد لذيذ المشرب وأكل عيش طيب، قد جندلوا بالأترب وفارقوا منها الأهل. بطن الصعيد لهم نهاد إلى القيامة والتناد، فيخرجوا مثل الجراد والدمع منهم مستهل. فيجمع الله الشتات وينشيهم بعد الرفات، ويحييهم بعد الممات. كما يشاء ربي فعل، فذلك يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، يكسف فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل. يوم كثير الزلزلة، فيه العشار معطلة، والأرض فيه مبدلة، والهول فيه مشتمل. تنشر فيه كتب الصحاح بالبخس فيه والرباح. هيهات حقا لا مزاح، أين المجيب لمن سأل؟ غير جواد فاضل، حر كريم عادل، يصبر إذا ما يبتلى، يحلم إذا باغ جهل. فيزلف الله الجنان بحورها غر حسان، يقول لهم أهل الأمان: لكم في الجنات أهل، لكم ثياب السندس والورد عند النرجس، وكل ثغر أعسس لم يخش عاشقها ملل. فيها من اللؤلؤ قصور، فيها يواقيت وحور، فيها لحوم من طيور، وخمر وماء وعسل. فيها مصاريع الذهب، فيها لناظرها العجب. الحور والنوق العرب، بيض الطلل خضر الحلل. فيها الأرائك والخيام، فيها ملائكة كرام، تبدو عليهم بالسلام. طبتم هنئتم بالعمل، وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد. تدعوه أقبل يا سعيد، لا تخف خذلانا وذل. أنعم بنا طول الزمان، لا تخف من إنس وجان. يا ذا الرحيل وذا الفتان، تخشى وتسمع ما يقل. هذا لمن طاع الإله، هذا لمن خاف الإله، هذا لمن أدى الزكاة. نعم المحل لمن نزل، أما الظلوم المعتدي وكل باغ ملحد وكل طاغ مفسد، نار الجحيم له محل. يا حسرة ما فاتهم، قد ضيعوا صلاتهم وأشبعوا شهواتهم، لم يحسبوا حرما وحل. يا ليتهم كانوا تراب، لم يعلموا ما في الحساب، قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل. نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم، وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل. يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته، ينبيك عن حسن العمل. امدد جارحتك يا جواد بطاعة تشفي الفؤاد، تحظى بها يوم التناد. يوم كثير لا يقل، وألف الصلاة على الرسول محمد آخر رسول، شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل. نعم أخي، أنت كن أنت ابن الإسلام، سر على طريق السالفين، واحتف بإخوانك، واصعد إلى العلياء. أنتم حقا سيف الإسلام وقوسه، خزرجه وأوسه. ولئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرجوا. سيروا إلى العلياء لا قرت عيون الحاسدين، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين. بكم نستبشر وبكم نأمل، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يحفظ علينا أخوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.